ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك علينا جميعا يا رب. ده الزبادي الجميل بتاع السحور اللي مفيش سفرة بتخلو منه. تعالى اقولكوا عملته ازاي وطلع معايا حلو ومتماسك كده ازاي. لو مش مشتركين في قناتي اشتركوا، لو الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك. تعالى اقولكوا عملته ازاي. هنجيب كيلو لبن من عند اللبان، اللبن اللي هو السايب اللي بيبقى في الاكياس الشفافة. وهنجيب علبة زبادي صغيرة، أول مرة بس هنشتري علبة زبادي من بره، وبعد كده هنستخدم من الزبادي اللي احنا بنعمله في البيت. هنغليه على نار هادية خالص علشان خاطر يطلع المية الزيادة اللي فيه. مش عايزة اغليه على نار عالية ويغلي بسرعة واسيبه يبرد على جنب، لا، احنا هنغليه على نار هادية خالص. وبعد ما يغلي وندفع عليه نفضل نقلبه كده بالمضرب، ونتأكد ان هو برد قبل ما نحط فيه الزبادي. الاختبار اللي هو نحط صباعنا فيه ونعد لحد 7، لو تمام ما اتلسعناش يبقى كده تمام. هنحط نص علبة الزبادي على شوية من اللبن، ونمزجهم كده مع بعض كويس قوي، ونقلبهم كويس لحد ما يختلطوا مع بعض كويس جدا ويبقى القوام بتاعهم كريمي. هحطهم على اللبن اللي في اللبانة واقلبهم برضو كويس قوي بالمضرب، وهنصبهم في الكوبايات. بس نتأكد ان هم اختلطوا مع بعض كويس قوي، ممكن بالمضرب الكهرباء او المضرب اليدوي، او ممكن نخلطهم في الخلاط، بس هو مش مستاهل، انا عملته بالمضرب اليدوي العادي يعني. هننزلهم كده مع اللبن وهنقلبهم كويس قوي بالمضرب كده، ونخليه يعمل فوم ونقلب كده كتير. وبعدين هنحطه في الكوبايات. انا خد معايا حوالي 7 كوبايات، يعني هو صبيت في ال6 دول ولقيت فيه محتاج شوية كمان. البرطمانات دي اكبر من الكوباية الازاز، يعني اكبر من الكوباية اللي احنا بنشتريها من بره اصلا يعني. هو وفر طبعا عن بره برضو. طبعا نكون مشغلين الفرن على درجة حرارة عالية قبل ما ندخله، يكون الفرن سخن. نشغله حوالي ربع ساعة، ونحط في الصينية مية سخنة نغطي نص الكوبايات كده، نص الكوباية تبقى متغطية بالمية السخنة. ويكون الفرن زي ما قلت لكم شغال من قبل ما ندخله بربع ساعة درجة حرارة عالية. بعد ما ندخله نقلل خالص، نخلي درجة الحرارة قليلة خالص يعني زي شمعة كده، لمدة 10 دقايق كمان. ندفع بعد 10 دقايق ندفع عليه. انا قعدته في الفرن حوالي 6 ساعات، انا دخلته الساعة 4 خرجته الساعة 10 بالليل. بعد ما نخرجه من الفرن بندخله التلاجة ساعتين 3 4 كده، على حسب بقى احنا محتاجين ناكله امتى يعني، بس لازم مش اقل من ساعتين يعني. القوام بتاعه يمسك ويجمد ويطلع معاكم زي القمر، زي ما انا عاملاه كده بالظبط. وتقلبي الكوبايه ما تتقلبش ولا يحصل فيها اي حاجه خالص. جربوها قولي رايكم فيها ايه. لو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك. بالهنا والشفا.